السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. يعني فيديو قصير كده نتكلم فيه كلمتين. من شهر ونص تقريبا، يعني من بعد أزمة مباراة القمة، ومن بعدها بكام يوم يعني، واحنا اتكلمنا هنا وقلنا ان يا جماعة القرار اللي هيطلع، اولا هيطلع قرار بخصم 6 نقاط، وبعد كده هيطلع قرار بخصم نقاط المباراة اللي هم 3 نقاط بس، والموضوع هينتهي على كده، والنادي الاهلي هيتخصم منه 3 نقط بس. والقرار فعلا طلع في 30 مارس من مجلس إدارة الرابطة بخصم 3 نقاط بس، اللي هم نقاط المباراة من النادي الأهلي. وبعد كده طبعا لجأنا للتظلمات، وكل نادي قدم شكوته، والتظلمات النهارده حققت في الموضوع وأقرت يبقى الوضع كما هو عليه، وادى توصيات بإلغاء مواد معينة من لائحة الرابطة وكده. آه الكلام اللي بيتقال ان الانديه التانية المنافسه هتصعد للمحكمه الرياضيه الدوليه كاس، وانا نفسي يصعدوا بصراحه. يعني انا عن نفسي كمشجع اهلاوي نفسي ان هم يصعدوا، ونفسي ان النادي الاهلي صعد. وحاليا طلع بيان من النادي الاهلي بيقول ان النادي احال قرارات لجنه الانضباط للشؤون القانونيه في النادي لاتخاذ ما يلزم اجراؤه والحفاظ على حقوق النادي. ودي حاجه كويسه جدا، اللي هو انت مبين للكل ان انت مش هتسيب حقك، وان انت حتى هتروح للمحكمه الرياضيه الدوليه وهتجيب حقك. كل خبراء اللوائح اللي اتكلموا في الموضوع قالوا ان بمجرد النادي الاهلي لو راح المحكمه الرياضيه الدوليه كاس، هيتم اعاده المباراه. ولجنه التظلمات كانت عارفه ان القرار الاصلح هو اعاده المباراه، لكن القرار زي ما قال الاستاذ ابو المعاطي زكي امبارح هو قرار سياسي، مش قرار باللوائح. هو لو باللوائح المباراه تتعاد، لو بالقوانين بقى واللوائح وكده فالمباراة تتعاد. لكن هو عشان نهدي الدنيا والناس اتعودت وخلاص، والاهلي بقى متصدر الدوري وخلاص خلصنا، فمفيش مشكلة ان الوضع يبقى كما هو عليه. ولو النادي الاهلي كان متصدر الدوري باكتر من 6 نقط، كان هتخصم منه ال3 نقط عشان ايه؟ يبقى الدنيا تمام وكل الناس تتراضى. بس ما علينا. خرج بيان من شوية من نادي الزمالك بيقول ان النادي هيصعد للمحكمة الرياضية الدولية. يا ريت والله، اتفضلوا يعني، بس ما تعملوش زي نادي القرن والكلام ده كله وهنصعد وهنروح وهنيجي والفيفا والكاس وكل ده. يعني عايزين تصعدوا اتفضلوا صعدوا، واحنا هنصعد قصادكم يعني، واتمنى ان النادي الاهلي يصعد في الموضوع ده. اما نادي بيراميدز فهو بيتكلم على انه طرف في الموضوع. هو نادي بيراميدز اساسا هو خسر الدوري خلاص، فبالنسبه له الموضوع مبقاش فارق يعني. ان شاء الله يعني هو خسر الدوري فخلاص الموضوع بالنسبه له ما بقاش فارق. والزمالك كده كده هو بينكش وخلاص يعني. الزمالك ما بيعملش حاجه مفيده، هو عباره عن نادي مأجور، او زي بيشبه مثلا الشخص المأجور اللي حد تاني بيأجره على حد عشان يضره بس، مش اكتر يعني. بس ما علينا. النقطة التانية بخصوص خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي الجديد، وانا معترض على ريفيرو ده اعتراض تام. ويمكن 90% من جمهور النادي الاهلي معترض على ريفيرو ده اساسا، ان احنا صمنا ده كله، وفي الاخر فطرنا على بصله. يعني قعدت تقول لي هجيب حكم عالمي، هجيب مدرب عالمي، وهجيب وهعمل، ومدرب سي في قوي، ومدرب شخصيه، ومدرب عشان عندنا كاس عالم ومش هينفع، واحنا مش عايزين مدرب مشروع عشان احنا جربنا مدربين المشاريع وده مش وقته، واحنا عندنا فرقه كويسه وعايزين حد يوجهها بس ومش عارف ايه. في الاخر جبت لنا خوسيه ريفيرو. يعني حتى يا ريتك جبت بيتسو موسيماني، يا ريتك جبت ميجيل كاردوزو مثلا. لا ده انت رحت جبته من الدوري الجنوب افريقي، وهو مدرب على قده خالص، مدرب اسباني على قده خالص خالص خالص. مع ان في حين ان انت كان عندك مدربين كتير كانوا موجودين على سيفياتهم، موجوده على الترابيزه بتاعتك، وكانوا احسن من خوسيه ريفيرو. لكن احنا مش عارفين نعمل ايه، هو خلاص بقى مدرب النادي الاهلي وله مننا كل الدعم يعني. لكن ريفيرو احنا تابعنا له كذا ماتش يعني، هو مدرب مش مرن تكتيكيا. يعني ما عندوش مرونة تكتيكية، ما عندوش مثلا ان هو ياخد المباراة على فترات، امتى يدافع امتى يهاجم، الكلام ده كله. والكلام ده متعب يا جماعة، الكلام ده متعب. ما ينفعش ان انت تفضل عايز تهاجم على طول. حتى ريني فايلر نفسه اللي هو كان مدرب مجنون هجوميا، كان عنده المرونة دي وكان بيرجع يدافع احيانا. فاحنا مش عارفين ريفيرو ده هيبقى ايه نظامه. نتمنى له التوفيق، لكن مش كانت دي ايامه، ما كانش ده وقته. احنا كنا عايزين مدرب قوي، مدرب كويس، عشان احنا داخلين على كاس عالم. فانت قبل كاس العالم
بأقل من شهر ورحت جبت خوسيه ريفيرو. طب ماذا سيقدم خوسيه ريفيرو للنادي الأهلي؟ يعني هو عنده ايه يقدمه؟ اعتقد ان هو اسمه يعني مدرب مش اسم، مدرب ضعيف، مدرب على قده خالص، جاي من الدوري الجنوب افريقي، ما لا يملك اي خبرات دولية، واخده معاك كاس عالم. مش عارف بصراحة، انا مش عارف، لكن احنا كلنا معترضين عليه، لكن هو خلاص بقى مدرب النادي، فله مننا كل الدعم. النقطة التالتة اللي عايزين نتكلم فيها ان النادي الاهلي محتاج دعم دفاعي. لازم دعم دفاعي، لازم دعم دفاعي. الكلام ده احنا بنتكلم فيه من السنة اللي فاتت تقريبا. لازم الاستغناء عن اشباه اللاعبين اللي في النادي. يعني لازم رامي ربيعة ده المفروض اصلا ما يلعبش في النادي من 5 6 سنين، مش من دلوقتي. الراجل ده اصلا يا جدعان حرام ان هو بيلعب في النادي لحد دلوقتي. ياسر ابراهيم مش مكانه يبقى اساسي. ياسر فدائي وكل حاجه بس لعيب، يعني مش اللي هو برضه مش تقيل. محتاجين باك شمال مع علي معلول، ونتمنى ان معلول ما يمشيش. اتمنى ان معلول ما يمشيش. مصطفى العش كويس. محتاجين باك يمين بس، ومحتاجين مدافع تاني طبعا. ومحتاجين نشوف موقف الاصابات من اشرف داري، او موقف اشرف داري من الاصابات. اشرف داري مدافع كويس جدا، ولكن هو ليه بيتصاب كتير؟ ما هو ايه السبب؟ ما هو لو انت شفت الملف الطبي بتاعه قبل ما تتعاقد معاه وتعاقدت معاه وهو عنده اصابات، او حد حذرك منه زي ما الناس بتقول، فانت كده المشكله عندك انت. يعني دي مشكله. بس ده اللي انا شايفه يعني. النقطه التانية ان يا جماعه، هو اليو ديانج ما بيرجعش ليه؟ يعني هو اليو ديانج، ليه اليو ديانج موجود في الدوري السعودي؟ ليه مش موجود عندنا يعني؟ احنا نص الملعب بتاعنا محتاج جدا اليو ديانج. بالنسبه للمهاجمين، انت كده كده وسام ابو علي بعد كاس العالم ماشي. فانا يعني اعتقد واتمنى ان كهربا ومحمد شريف يرجعوا، وهات معاهم مهاجم كمان، لان برضو جراديشار مش هيطول معاك. فدي حاجات يعني كنا عايزين نتكلم فيها، وربنا يوفق النادي الاهلي ان شاء الله. واتمنى ان بكره نكسب في مباراه فاركو، مباراه البنك الاهلي ولا ايه، وان شاء الله نكمل ونكسب الدوري، وربنا يسهلها ان شاء الله. شكرا.